أكد مستواك الكبير يا طه، أكد مستواك الكبير. بعد الذكريات الجميلة. إذا يتقدم هنا لاعب تيا، يتلقى الإشارة. تيا يتقدم، تيا يتقدم، تيا يتقدم، يسجل الهدف الأول. حط في الشباك. الحارس اختار الجهة اليوم. الآن الركلة رضوان مغربي. خد وقت كثير في وضع الكرة اللاعب محمد رضوان. ان شاء الله يكون واثق من نفسه، ان شاء الله يكون واثق من نفسه. محمد رضوان يتلقى عليه الإشارة في يد الأثناء. رضوان يتقدم، رضوان يسجل بطريقة رائعة مميزة لا يفعل إلا اللاعبين. الثقة اللي واخذها اللاعب محمد رضوان، لأنه ليس من السهل أنك تلعب كرة بهذا الشكل تقريبا في سقف المرمى، كانت مستحيلة على حارسية. الآن في الركلة الترجيحية الثانية لمنتخب مالي. سيمبارا يأخذ وضعيته وللتسديد. سيمبارا وطه بن غوزيل. سيمبارا وطه، سيمبارا وطه. هذه لا تسجل يا طه، عندك يا طه، عندك يا طه، يا طه. معليش 2-1. المشاهدين الكرام هذه الإعادة. شوف طه، شوية وكان ممكن يصدها، شوية وكان ممكن يصدها طه غوزيل. هدف واحد. إذا الركلة الترجيحية الثانية اللي هي عبد الحميد معلي هو الذي يتقدم. اللاعب يتلقى الإشارة. عبد الحميد، عبد الحميد يضيع، عبد الحميد يضيع، عبد الحميد يضيع. هي الثانية وبالتالي مقابل هدف واحد. هذه الإعادة مجددا، هذه الإعادة مرة أخرى. المرمى مرت بمحايمي الأيسر، وبالتالي أول ركلة ترجيحية تضيع. إن شاء الله يرجعنا للتعادل طه بن غوزيل. كوني يتقدم، كوني يتقدم، كوني يتقدم، سجل 3 مقابل 1. الآن ركلة الترجيح، هذه الإعادة مرة أخرى. كل دقة كوني للمنتخب المغربي. الآن اللاعب بختي يستعد لتنفيذ امام الحارس كوني. بختي يتقدم، بختي يتقدم، بختي يضيع. المنتخب المغربي يا سعيد، صعبت الامور الان على بختي. نفذ ركله الترجيح. بختي والحارس يتصدى بهذه الكيفيه. الركله الترجيحيه الرابعه الان المنتخب المالي. علي مالي، حكم يعطي الإشارة الآن. إذا تجي الإشارة في يد الأثناء. الركلة الرابعة يصدها طه بن غوزيل، يصدها طه بن غوزيل ويخلي بصيص من الأمل للمنتخب المغربي، للمنتخب المالي. هنا الإعادة ممتاز طه بن غوزيل. بالتالي تبقى النتيجة 3-1. تلعب الركلة الآن لعناصر المنتخب المغربي. حموني يستعد لتنفيذ الركلة في يد الأثناء. حموني يتقدم، حموني يسجل، حموني يسجل. نعم 3-2 في هذه اللحظات. الركلة الخامسة، هذه الإعادة مجددا. الكرة الماضية إذا مالي تسجل أمور انتهت. إذا الركلة الأخيرة المنتخب المالي. مشاهدينا الكرام، طه بن غوزيل حكيم يعطي إشارة. تلعب هذه الركلة. طه بن غوزيل برافو، طه بن غوزيل برافو في هذه اللحظات. يتصدى للركلة الثانية. طه بن غوزيل يعيد المغرب للمباراة مرة أخرى في هذا الصراع على مستوى ركلات الترجيح. برافو طه بن غوزيل، برافو طه بن غوزيل. الأمل يبقى موجود. مشاهدينا الكرام، يتقدم عبد الحميد أيت بودلال. الركلة الخامسة لفائدة المنتخب المغربي.
عبد الحميد ايت بودلال. عبد الحميد ايت بودلال يتلقى الاشاره. ايت بودلال يسجل. ايت بودلال يسجل وتتعادل الامور. هنا صار التعادل بين المنتخبين. شوف عوده قويه للمنتخب المغربي، عوده قويه. برافو شباب، برافو شباب. الان يتواصل هذا المسلسل المثير، مسلسل مثير جدا في ركلات الترجيح. بن غوزيل مرة أخرى يعيد المباراة إلى نقطة الصفر. هذه يتقدم لتنفيذ والدومبيا. الركلة السادسة لدومبيا في هذه اللحظات. دومبيا يتلقى الإشارة. دومبيا يتقدم. دومبيا يسجل في هذه اللحظات. دومبيا يسجل في هذه اللحظات. هذه الإعادة مرة أخرى الماضية. ننتظر تنفيذ متوكل على ما يبدو في تنفيذ الركلة الترجيحية. بل وكتيبة محمد أمين كتيبة يتقدم. كتيبة يسجل في هذه اللحظات. سلام مشاهدينا الكرام. يا سعيد يا شيبة المنتخب المغربي لازال يحافظ على حظوظه، لازال حي في هذه المباراة. هذه الإعادة مرة أخرى اللي نفذها بشكل ممتاز محمد أمين كتيبة. والركلة لمنتخب مالي يتقدم اللاعب سانوغو. يلا يا بن غوزيل، هذه عندك. جيبها يا طه. يتقدم سانوغو ويسجل سانوغو. طه بن غوزيل في تنفيذ الركلة. الحموني واضح التأثر على اللاعب حموني. يعني مهما كان مصير ركلات الترجيح حقيقة لم يستسلموا، وبالتالي هنا الحوار لازال متواصل. الركلة الترجيحية الآن متوكل يستعد لا لتنفيذ الركلة. دلالتنا مع كوني. إذن المتوكل يتلقى الإشارة. يتقدم المتوكل يسجل. برافو المتوكل. ثبت الحارس في مكانه. شوف لقطة معبرة. الحموني يذرف الدموع في هذه اللحظات. شيء يعني في هذه الفئة السنية لاعب يتأثر كيف ما كان الحال، ولكن اليوم نعم انتم ابطال. يعني صورة معبرة عن لاعب طموح ولاعب يريد الانتصار. هذه الروح الانتصارية. 5 بين الطرفين. 5 بين الطرفين. فائدة المنتخب المالي. الإشارة تأتي بالغوزيل. برافو بن غوزيل. يا سلام عليك. بطل يا ولدي، بطل. يا من عودة للمنتخب المغربي. بن غوزيل يتعملق في هذه الكرة. برافو يا ولد. لم تخيب ظننا يا بن غوزيل في التصدي ولا أروع. بن غوزيل على طريقة ياسين بونو يتألق في هذه المباراة. الركلة الترجيحية الآن لفائدة المنتخب المغربي. فؤاد الزهواني هو من يتقدم لتنفيذ هذه الركلة. إشارة تأتي. فؤاد. برافو للفتيان. برافو لأشبال الأطلس. برافو سعيد يا شيبة. منتخب يرفع الرأس. منتخب أعادنا إلى ذكريات كأس العالم. منتخب أعادنا إلى ذكريات المغرب وإسبانيا. هذا المغرب، هؤلاء أشبال الأطلس على درب وخطى. أكيد السود الأطلس من قطر إلى قسنطينة، من الدوحة إلى قسنطينة. هناك مع ياسين عشنا أجمل اللحظات، وهنا عشنا معك يا بن غوزيل أجمل اللحظات. برافو لأشبال الأطلس. برافو سعيد شيبة. جابوها الأولاد، والله جابوها الأولاد وفرحونا. جابوها الأولاد ورفعوا رؤوسنا. جابوها الأولاد وشرفونا. هكذا هم السود الأطلس.